عمل او علاقه اقارب. النهارده هنتكلم بشكل عام زي ما قلت في البدايه. عايزه اعرف بس الهدف الاول من كسب الاخرين، سواء اقارب سواء اصدقاء سواء ابناء كمان. هو اهم حاجه في الحياه العلاقات، يعني اهم حاجه في الحياه كلها في الاخر الناس في اخر حياتهم ما بيبتدوش يقولوا هاتوا الفلوس اللي عندي، هاتوا الشهادات اللي عندي، هاتوا الحاجات اللي املكها، بيبتدي يقول عايز اشوف ولادي، عايز اشوف قرايبي. فاهم حاجه في الحياه في الاخر العلاقات، بس للاسف الناس بتدرك النقطه دي في الاخر. المهم ان انا ادركها من بدري. حاجه كمان، هل انا المفروض ان انا اكسب كل الناس ولا لا؟ يعني لو انا قدرت اكسب الناس او اغلب الناس، هو في حد مره قال على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس، ان انا احاول اكسب كل الناس، بس اكيد مش هعرف اكسبهم كلهم في الاخر يعني. الهدف، هل انا محتاج اكسب كل الناس ولا في ناس محتاج ان انا ابعدهم؟ اكيد في ناس محتاج ان انا ابعدهم او اخلي علاقتي بيهم سطحيه، لان وجودهم ممكن يكون بيضرني اكتر ما بيفيدني. في مره واحد قال، جيم رون هو واحد من خبراء التنميه البشريه، قال ان اي واحد فينا هو المتوسط بتاع اكتر 5 بيقضي معاهم وقت. يعني كل واحد فينا يقدر يشوف اكتر 5، يعني مثلا لو بقضي وقت اكتر مع مراتي وواحد صاحبي في الشغل وبابايا او مامتي وهكذا، واحد زميلي مثلا في النادي، اكتر 5. واشوف مثلا لو واحد قلق قوي هاخد منه شويه قلق، لو واحد واثق في نفسه قوي هاخد منه الثقه بالنفس، واحد مثلا مكتئب ومحبط هيشدني معاه لتحت، واحد بيشرب سجاير ممكن ياثر عليا. فمهم ان انا اكسب الناس بصفه عامه، لكن اختار بدقه مين اللي يكونوا قريبين من حياتي. تمام. بس انا ممكن يبقى في شخص ما يقدرش يعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده، ما يقدرش ان هو ينتقي الشخص اللي هو يبقى اقرب لحياته او الاسلم لحياته، وهو ممكن يكون صديقه جدا او ان هو متربي معاه. ازاي نقدر نتعامل مع شخص انا حابه ان انا ابعد عنه بحياديه، او نقول زي نحط بوردرز وحدود؟ ازاي اقدر اتعامل معاه؟ اول حاجه ان انا اميز بالعقل مش بالعاطفه اكتر، ان هل الشخص ده وجوده بيفيدني ولا لا. وبيفيدني ولا لا مش معنى ان انا اتعامل على اساس مصلحه، او ان انا ابقى انسان مجرد اناني وبدور على مصلحتي انا بس وذاتي جدا. الهدف ان انا اشوف هل العلاقه دي بتبنيني وبتبني الطرف الثاني ولا لا. يعني مثلا انا ومراتي، هل العلاقه ما بيننا بتبنيني، او الشخص اللي هرتبط بيه هل دي هتبنيني ولا هتضرني، ولا انا هبقى بس باخد من الشخص اللي قدامي عواطف ومشاعر وفلوس وحب وبذل، وانا مش بدي اي حاجه في العلاقه. فباستمرار من الاول محتاج ان انا اشوف ايه الاهم، يعني ايه اللي انا محتاج اكون موجود في حياتي يعني. الطرق والاساليب يعني انا ممكن اتعامل بيها مع شخص سواء قريب او غريب زي ما بنقول، هل بيبقى فيه بوينتس معينه لكل الاطراف ولا انا على حسب الشخص اللي قدامي؟ هو على حسب الشخص اللي قدامي، وبالاضافه لكده ان في برضه نقط، بس في حاجه مهمه جدا، ايه الاول الهدف من ان انا اكسب اللي قدامي. يعني لو هدفي مثلا ان انا اكسب اللي قدامي عشان انا اتلاعب بيه، او عشان يعني اتملق مثلا اللي قدامي، ولا بمدحه مدح صادق، في فرق كبير ما بينهم. دي عامله زي مثلا، ده ممكن نشوف في الشغل كتير كمان، بنشوفه في الشغل في اغلب مجالات الحياه للاسف، بتلاقي الناس بتجامل بزياده. في فرق بين ان انا اجامل اللي قدامي لان فعلا بقول حاجه والناس ممكن تصدقني مره واثنين وعشرة، بس هيجي وقت لو شكت فيا بعد كده كل حاجه هخسرها. يعني مره غاندي قال حاجه بالمعنى ده، لو ابتديت اشك في الثقه او الثقه بيني وبين حد اتكسر، يعني لو حد بيتصل بيا يعيد عليا ويسال عليا وكل الحاجات دي، انا بفتكر ان هو بيحبني او انا مهتم بيا، لكن لو اكتشفت في الاخر مره ان هو بيسال وبيعمل كل الكلام ده عشان حاجه معينه هو عايزها في الاخر، العلاقه دي هتتشوه ومش هقدر ان انا أكيد. اكون. بس في ناس استاذ مايكل بتبقى ودوده بالفعل. ازاي اقدر اميز بين الشخص المتملق او اللي بيقولوا زي بيقولوا بالبلدي او باللهجه المصريه بيمسح جوخ زي ما بنسمع، وازاي اقول لا ده فعلا بني ادم كويس بعد قد ايه؟ يعني ممكن يكون مثلا بيكلمني في اعياد ومناسبات، انا مثلا عن نفسي بتحب جدا مثلا اروح مناسبات اللي فيها حزن، علشان قد ايه الواحد بيبقى حاسس ان اللي جنبه او الشخص اللي قادم قريب جدا، غير الافراح. صاحب الفرح ما بيبقاش حاسس بحاجه، بيبقى كله بقى قدامه مش مركز. فهل فعلا ان مناسبات الحزن هي اللي بتقرب او بتحسس الشخص ان فعلا اللي جاي ده صادق ولا لا؟ دي نقطة بنسبة كبيرة طبعا بتبين لي ان انا افرق بالنسبة للشخص ده، لان الناس كتير بتميل للافراح والحاجة كويسة، لكن لما حد يتعب او يروح مستشفى او حاجة، انا هقرف نفسي ليه وجو اكتئاب وعيا واخد انا عدوى واروح اقعد جنب واحد تعبان والكلام ده، فبتلاقي الناس بتبعد. فدي نقطة بتبين لي في مثلا في وقت شدة، في وقت عيا، في وقت حاجة معينة، بتبين لي مين صديقي اللي بجد ومين اللي كان بيتعامل معايا عشان مصلحة. اللي بيتعامل عشان مصلحة هيختفي. يعني في مثلا مرة بيقول ان الفئران بتغادر المركب الغرقانة، اول ما المركب تبتدي تغرق او الواحد يبتدي ينزل لتحت خلاص كله يبعد، او كتير من الناس بتبعد. بس المهارات، النقطه تاني اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، هل انا محتاج مهارات معينه او اساليب معينه انا اكسب الناس؟ انا محتاج، بس زي ما قلنا ايه الهدف منها؟ هل انا استخدمها؟ وحاجه كمان برضو نقطه مهمه، هل هي تكنيك سريع؟ يعني هل مثلا ساعات كتير تلاقي ناس بتقول لك انا عندي مشكله مع جوزي، عندي مشكله مع مراتي، عندي مشكله مع ابني، ومتخيلين هو اجابه في سطر واحد هتحل مشكله 10 سنين. طب انت او انتوا بنيتوا خلاف على مدى 10 سنين ومفيش تواصل ومفيش حب لاولادي ومفيش تقدير وفي مشكله كبيره جدا بنيتها، مش بكلمه واحده وباجابه واحده في جمله هتحل المشكله. دي نقطه ثانيه الناس تبقى مدركاها، ان في العلاقات السريع بطيء والبطيء سريع.
يعني لو عايز اسرع جدا وابني علاقه واقول كلمه وابني ينفذها والكلام ده، دي مش هتحصل في مره، انا محتاج ابني علاقه على مدى عشرات السنين. فما بقاش مستعجل الحلول، يعني ابقى عارف ايه هي حاجه. مثلا احتياج رئيسي بالنسبه للناس التقدير، ده احتياج رئيسي بالنسبه للناس. ويليام جيمس عالم النفس قال ان ده احتياج الاول بالنسبه للناس، وفرويد وكذا حد قالوا نفس الحاجه، ان هي ده الاحتياج الرئيسي بالنسبه لكل الناس، التقدير، والتقدير بصوره صادقه، لان هو ده اللي بيفرق او اللي ليه معنى. كمان لما اقدر اللي قدامي واقول حاجات محدده، يعني مثلا حضرتك عملتي حلقه كويسه، لما اجي اقول لك الحلقه دي مثلا كانت كويسه على سبيل المثال، اقول لك فيها نقط 1 2 3، مش مجرد اقول لك كويسه، لان لو قلت لك كويسه هتقولي اوكي ايه اللي عجبك فيها؟ غالبا بتلاقي السؤال لا انا عجبتني كلها على بعضها، أيوة عجبتني كلها على بعضها يبقى انا ما فهمتش منها حاجه او انا بجاملك غالبا. او مجامله. لكن لو قلت لك مثلا كان حضورك كويس، كان في كذا كان في كذا، كان الاسئله مثلا كويسه، بتعرفي مثلا تعملي في نقط معينه انا بقولها بتفهم اللي بالظبط، قدامك. بتبين اللي قدامي ان انا مهتم. فلما ادي تقديره دي بصوره صح، ما مش صح. مجرد تبقى كلمه برمي كلمه واجري، انا بحس اللي قدامي بفرحه، انا كنت مهتم بيك في النقطه دي، طب ايه بقى؟ لا انا ما اعرفش حاجه. فبدي الموضوع تاني، بحسسه باحباط او بحسس ان الشخص